ده بقى يا جماعة عملنا بقى بطاطس اقتصادية جدا. عملناها بطريقة بسيطة وحلوة وسهلة. طب ما تيجوا نشوف عملناها ازاي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني. احنا اخر الشهر، فطبعا هنعمل وصفة حلوة جدا بالبطاطس. احنا معانا 5 بطاطسات، 5 حبايات من البطاطس. هنعمل بهم ان شاء الله وصفة حلوة. انا مسكتهم قشرتهم وغسلتهم كويس وقطعتهم كده القطعة دي اهو، مش عايزينها ارفع من كده. وهننزل بهم في الحله وهنحط عليهم ميه ونسيبهم يستووا لحد ما ايه تبقى زي المسلوقه. يعني انت بتسلقيها كده مسلوقه حلوه كده. انا سبتها بقى زي اتسلقت لحد ما قالت يا بس زي ما ايه، زي ما احنا بنبقى ناخدها مسلوقه كده جامد حلوه كده. وهنزل بقى هنا كده اهي في البوله بتاعتي. هحط التوابل ده عليها. معايا معلقه من ديت ال7 بهارات، ومعلقه مرقه دجاج، ومعلقه منها بابريكا، ونص بقى كل حاجه، نص من فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، ملح اهو. وهنزل كده على البطاطس بتاعتي. معايا بضايه واحده بس اهو، بسم الله. ومعايا بقى نشا، هناخد 3 معالق نشا، بسم الله. ادي 2، ادي كده واحده، ادي التانية. هنقول ديت مش جايه واحده، لا مش هتيجي. هنكملها يعني، هنقول كده ايه 3 معالق من النشا اهو، 3 معالق كبار من النشا على 4 حبايات من البطاطس. ماشي، بسم الله. هنمسكهم كده ونعجنهم اهي. هنعجن البطاطس بتاعتنا مع البيضة مع التوابل اللي احنا حطيناها اهيت. طبعا انت لو عايزه تعملي بطاطس زياده براحتك، هي جميله جدا على فكره. الوصفه دي حلوه قوي واقتصاديه وحلوه قوي، ما بتتكلفش كتير ولا حاجه. تنفع بقى اخر الشهر، تنفع ممكن تعملها برضو في اي يوم في وسط الشهر عادي. تبقى محمره كده وتنفع للمدارس، وتنفع تعملها وتخزنيها. يعني تخزنيها كده في الفريزر وتقوم مطلعاها على طول وتحمر اهو. هقعد اعمل فيها كده، اعجن فيها حلو لحد بقى شفت هي بدأت تتمسك معايا اهي اهي. طبعا لو هتحطوا بطاطس زيادة برضو يعني بتزودي بقى في البيض، يعني البيض بقى يزيد معاكي وكده. شفتوا اهي. وبنمسك بقى البطاطس بتاعتنا كده، عايزة تكورها ماشي زي ما انت شايفة، عايزة تعملها كده شوفوا زي ما انت عاملاها، عايزاها كده كده زي ما انت عايزاها. انا هعملها وهحمرها على طول اهو. شفتوا جميلة اوي ومتماسكة ازاي، شوفوا اهو يا جماعة. هنعملها كده اهو متماسكة وحلوة اوي اهي. شفتوا هنحطها كده وهنعمل بقى نوع تاني، يعني شكل تاني اهو. برضه هتلفيها كده زي الكورة وتقومي ضغطها كده، بس هتعملها زي الكفتة. وفي ناس بتحشيها على فكرة، يعني فيها بتعملها دورية كده وبتحشيها، بس انا لا. اهوت بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها، هنزل بقى حطيت زيت في الطاسة بتاعتي، بسم الله. والزيت يكون سخن. وهنزل بقى ايه بالبطاطس بتاعتي اهو. حابة بقى تشكليها زي ما انت عايزة، يعني مثلا اهوت دي برضو نوع تاني اهو. الدوريات دي كده زي الكفتة او زي البرجر اهو. حلوة اوي وسهلة وجميلة وما بتاخدش وقت، وممكن يعني كل الحكاية ربع ساعة مسافة بس ما تتسلق معاكي وتتسلق حلو زي ما احنا قلنا، يعني تكون مسلوقة جامد وبتقوم عاملاها على طول، ما بتاخدش وقت خالص، وسهلة وجميلة وطعمها حلو اوي. ممكن بقى تحط عليها شبت، تحط كزبرة برضو على الاضافات، برضو طعم جميل جدا. ممكن تحشيها اي حشوات عندك، دي حاجة براحتك واختيارية. احنا بس بنحاول ان احنا مش هنصعب الموضوع عليكم. وهو يا جماعة شايفين احنا قلبناها اهوت، قلبتها معاكم اهيت، متماسكة وجميلة جدا اهو.
يا جماعة، وزي ما انتوا شايفين بقى البطاطس بتاعتنا، بس هي جاية في الفيديو غامقة، بس لا، هي مش غامقة، هي حلوة كده وذهبي وحلوة اهيت. والبطاطس بتاعتنا من جوه جميلة جدا وطعمها جميل وحلوة قوي واقتصادية وما كلفتناش كتير ولا اي حاجة. وشوفوا خروش ازاي، طبعا النشا بتاعتها والحاجات اللي فيها مظبوطة. ووجبة حلوة جدا تتعمل في سندوتشات للولاد في المدرسة، او دلوقتي برضو احنا هنتغدى بيها، نعملها برضو في سندوتشات وهناكلها وحلوة قوي. وادي الفيديو بتاعنا النهاردة، ومتشكرة جدا جدا على كل اللي بعلق لي، ومتشكرة لكم، ويا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامه، باي باي.